معكرونة بشاميل خطيرة جدا 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 وعلى طريقتي وكتير طيبة، وإذا جربتوها رح تدمنوها وعلى مسؤوليتي. رائعة بكل المقاييس ورح تدمنوها إذا جربتوها، وسهلة كتير وما بتاخد وقت. تابعوا معي الخطوات، وإذا عجبتكم لا تنسوني من الاشتراك. بالبداية أنا رح أسلق المعكرونة ورح أحطها بمية وملح ونرشة زيت، ولبين ما تستوي معنا المعكرونة بنزل الشيش بهي الطريقة وبقلبها كتير منيح لحتى يستوي. مجرد ما استوى بحط الفطر، وبعد ما بحط الفطر بحط الذرة وبقلبهم كتير منيح مع بعض، وبحط معلقتين كبار رب البندورة كمان بنقلبهم مع بعض لحتى يتسبكوا كتير كتير منيح، وبحط بهارات اللي هي ملح وفلفل. بهالوقت هاد منحضر للبشاميل، عنا طحين وملح وفلفل ومكعب ماجي وحليب. وانتو بتعرفوني انا بحب الحليب يكون ما بحمص الطحين. وبهالطريقة لما بيكون جاهز معانا بحط بسفلي البايركس وبلش بحط الطبقات. المعكرونة اول شي البشاميل، بعدين بحط المعكرونة. بعد ما بحط المعكرونة طبعا بحطها كلياتها جوات البشاميل. بعدها بصفي شوي شوي من المعكرونة وبحطها فوق البشاميل، وبحط طبقة موزاريلا. طبعا هي جبنة، هي الطبقة هي اختيارية بس انا بحبها مشان تمسك مع بعض. وبحط الخليط اللي عملناه بهي الطريقة، بوزعه على كامل الاطراف، وبرد بحط الطبقة الثانية من الجبنة الموزاريلا كمان مثل ما قلت لكم مشان تمسك مع بعض. بحطها وبعدها بحط طبقة المعكرونة الثانية بهي الطريقة، وبعد ما رصها كتير منيح بالقالب كمان بعبي الجبنة الموزاريلا، عبيها كتير كتير على الوجه. كل ما كترتوا جبنة موزاريلا كل ما طلعت أطيب. أنا كتير بحب كترها وبتعطي طعمة خرافية. وبس خلصتها بحطها بالفرن لمدة ربع ساعة بس تتسبك مع بعض وتاخد وجهها، ومن بعدها مباشرة بقدمها. طبعا هوني ما قدروا يستنوا لهيك لساها ساخنة وطلعت بهي النتيجة الفخمة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، تحفة ولا أروع من هيك. كتير كتير طيبة وكتير مميزة. شوفوها وبتمنى انه تجربوها وتعجبكم. واذا عجبتكم لا تنسوني من لايك والشير وتعليقاتكم الحلوة. كانت معكم قناة ام عصام. بتمنى انه يكون عم تعجبكم وصفاتي، وبتمنى انكم تتابعوني وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وصحة وهنا لكل من جربها وكل من بتابعني. ألف شكر لكم على دعمكم.